اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا حبايب، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. اليوم جبت لكم طريقة قطع الكيك، مشروع ناجح ومربح للي يريد يستفاد، وإحنا بالبيت، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة وتطبقوها، وتكاليفها بسيطة لأن هي بدون بيض وبدون حليب. فهنا أنا حبايب جبت الطحين اللي هو كاسين إلا ربع طحين، والكوب أو الكاس اللي تستخدمينه اختياري أنت بكيفك. تريدين الأكواب المعيارية، تريدين كوب تستخدمينه من البيت، بس هذا الكوب كل القياسات بيه، يعني قياس الشكر، قياس الزيت، قياس الماء، الطحين، كله عليه. يعني ما تغيرينه كل شوي، كل مادة تستخدمين لها غير كوب. هو هذا الكوب نفسه أو القلاص نفسه اللي تستخدمينه بكل القياسات. نخلط الكوب الأول، وبديت أنخل بالكوب الثاني اللي هو ناقص شوية أو تقريبا ملعقتين من الطحين، عوضتهن بملعقتين من الكاكاو حتى يتعادل الموضوع. يعني مكان الطحين النقص اللي هي كوبين، نقصت من عندهن تقريبا أقل الربع شوية، تقريبا خاشقتين طحين، خليت بمكانهن وعوضتهن بالكاكاو. نخلته وكملت النخل، وضفت للطحين المواد الجافة هي كلها، من ضمنهن البيكنج باودر. هنا بدينا نخلي المواد السائلة اللي هي كوب ونص مي. بقيت قليل من المي، من النص المي بقيت قليل من عنده للحاجة. خليت كوب إلا ربع أو إلا شوية شكر، وضفت عليهم ربع كوب زيت. هذا الربع كوب أنا مشيت لكم إياه، ربع كوب زيت. بديت أخلط المواد سوية حتى يذوب الشكر بالمي، وخليت عليهن بعدين ظرف فانيلا. وبديت حتى لو ماكو بيض، يعني لازم يتخلى لها فانيلا حتى شوية الكيكة تطلع ريحتها طيبة ويطلع طعمها طيب. فبعد ما ذاب الخليط، هنا جبت المواد الجافة وخليتهم فوقاهم وخلطتها. نخلطها المرة الثانية حتى يدخل هواء للكيكة وتبدي يعني تصعد تنفش. بديت أخلط بيهن وأخلط بالمواد، نخلطها كل الزين، ونضيع كل التكتلات اللي تصير من الطحين، ونبدأ نخلطها كل الزين، نبقى نخلط بيها لحد ما يصير القوام ملمسه ناعم كلش. حبايب يا ريت تشتركون بالقناة اللي ما مشترك، وإعجاب وياكم وتعليق حلو مثلكم. وهنا صار الملمس كلش ناعم مالت الكيكة. وبهاي الأثناء يعني قبل لا نبدي بالكيكة أصلا إحنا لازم نحضر الفرن، نشغله ونحضر القوالب، يا أما ندهنها بدهن ونخلي عليها طحين، يا أما نخلي لها ورق الزبدة. بس أني أفضل، أو هو المفضل يعني، إنه نخلي ورق زبدة حتى الكيكة تسهل طلعتها من القالب. هنا أني سويت القوالب بورق الزبدة وخليت الخليط عليها، وبديت أفرد بالخليط، يعني أوزع بالخليط على كل الجهات حتى ما تطلع جهة ناصية وجهة عالية ويصعد جهة تصعد وجهة ما تصعد. نخليها مساوية، نبدأ نوزعها احنا ونخليها مساوية حتى تطلع عندنا الكيكة مضبوطة ومرتبة، ونقدر نشتغل عليها براحتنا. هنا أنا طبعا الفرن قلت لكم شغلته، ورأسا بس سويتها، طبيتها طبتين ثلاثة على الميز وخليتها بالفرن. هنا أنا سويت كيكة ثانية لأن أنا أريدها الطبقتين، يعني ما أريدها طبقة واحدة، أريدها طبقتين. فسويت كيكة نفس المقادير بالضبط، أي اختلاف ماكو. هنا طلعت الأولى، شوفوا هنا طلعت الأولى من الفرن، فخليتها على جهة حتى شنو تبرد. هنا كله لازم يبرد كل الكيك حتى الكريمة ما تموع.
يعني احنا راح نسوي كريمة، فنخلي عليها، نخلي نحشيها بكريمة ونخلي فوقها كريمة. فهنا أنا استعملت نفس القالب وخليت له ورق زبدة، وخليت الكيكة الثانية بيها حتى تطلع نفس المقادير ونفس المقاس بالضبط، حتى واحدة فوق الثانية أخليها، ونفس العلو حتى ما يصير فرق بالعلو. وهنا أنا طلعت من الفرن. طبعا بعد ما طلع من الفرن خليتهم يبردن، وبديت أثقب بيهم بالعود الخشبي حتى أسقيهم حليب أو شراب أو أي شيء تريدون تسقون بيها. أنا هنا لين هي بالكاكاو، فخليت كاكاو وحليب وشوية شكر، وبديت أسقي بيهم شوية شوية يعني حتى ما يفرطون كلش، بس صار الطعم مالتهم كلش طيب بصراحة، لأن كلها كاكاو فكلش طيبة صارت. وهنا بديت أسوي الكريمة عبارة عن كريم شانتيه كوب أو غلاس حسب قياسك، وخاشوقة حليب مجفف، وخاشوقة شكر للتحلى حتى تصير شوية حلوة الكريمة. وخليت هنا مي بارد غلاس نفس قياس الكريمة، غلاس كريمة وغلاس مي، مي بارد. نبدأ نخلط، والخلط سريع حتى تتماسك الكريمة، وكل ما كان المي بارد كل ما تماسكت الكريمة أكثر وبسرعة. يعني كل ما تكون البرودة أكثر كل ما تكون التماسك أكثر. وصدقوني بنات هذا مشروع كلش مربح وتكاليفه كلش قليلة، وهي باعتبار كيكة اقتصادية، يعني كيكة اقتصادية حتى إذا تريدين تسوينها للبيت فهي كيكة كلش طيبة ما بيها تكاليف هواية. وهو والله صدقوني بنات مشروع مربح جدا. وتدرون يعني الأطفال يحبون الكيكة اللي بيها كريمة وبيها هيك زغاريف وهيك شغلات احنا واحد يسويها، يعني الأطفال كلش يحبها وما راح تكلفك هواية، وبالعكس راح تصير مربحة إلك. وإن شاء الله تجربون، وإن شاء الله تربحون، وإن شاء الله أريد يعني من اللي يجرب هذا الموضوع ويجرب هذا الكيكة والوصفة يا ريت يكتب لي بالتعليقات. هنا أنا الكريمة نقلتها من الكاسة الغميقة اللي هي أنا مسوية بيها حتى ما ينطشر علي إلى الكاسة الثانية اللي هي هاي القزاز، خليتها بالثلاجة وطلعتها وخليت عليها كاكاو حتى يصير لون الكريمة كاكاو. هنا هم يعني من كملتها من الكاكاو خليتها بالثلاجة. وهنا بديت أزين بيها أو أحشي بيها الكيكة، بديت أحشيها الكيكة طبقة من الكريمة وتحشى يعني مرتب، وبعدين خليت الكيكة الثانية فوقها حتى لأن هي طلعت نفس المقاس بالضبط. وهنا أنا بردت يعني الكيكات كلش باردة، لأن أهم شي يكون باردة لما الكريمة تخليها حتى ما تفرط الكريمة من عندكم. وهنا أنا بديت أزين الوجه مالتها، خليت لها كريمة ونسقلها، نرتب الوجه ونسويه مصقول ومرتب حتى نخلي فوقها صلصة الكاكاو اللي هسه راح نسويها، ونزينها الطبقة الأخيرة راح تصير هي، ونزينها فوقها بهاي السوالف مالت الكيك. هنا أنا بديت أسوي الكاكاو أو صلصة الكاكاو اللي راح أخليها فوق الكيكة. هي عبارة عن جلاس كوب شكر وكوب مي نفس القياس، كله نفس القياس يعني ماكو اختلاف. الكوب نفسه خليت بيه شكر ونفسه هو بيه مي ونفسه هو بيه كاكاو. هنا فانيلا خليت حتى الطعم يصير طيب، وهذا شوفوا نفس الكوب هو اللي استخدمته للكاكاو، يعني كل القياسات بكوب واحد حتى بنات ما تصير تفاوت بالقياسات وتشلع قلبكم وقوة ترتبوها. هنا أنا بديت أخلط بالكاكاو بالخلاط وخليه فترة يعني مدة دقيقة تقريبا يخلط الكاكاو والمي والشكر حتى ينمزج سوية. بعدين أخلي كوب زيت نضيفه بالتدريج على الخليط هذا اللي صار عندنا، نبقى نضيفه بالتدريج
حتى شنو؟ حتى يتماسك. شلون المايونيز من نضيفه بالتدريج إلى نفس الشي نضيف الزيت على الخليط هذا مالت الكاكاو والشكر والمي، نضيفه بالتدريج حتى يتماسك وتصير عندنا الخلطة ناجحة. يعني من نديره كله سوا، لا، على كيف وبالتدريج، ومثل الشعرة نخليه صب عليه حتى ينطينا القوام المطلوب والقوام اللي هو احنا نريد نوصله اللي هو صوص الكاكاو. وهنا بدأ الخليط يتماسك شوية شوية لحد ما صار القوام المطلوب اللي هو هذا. شوفوا بنات شلون الصوص دا ينزل. هذا الصوص هو القوام المطلوب اللي احنا راح نزين بيه الكيكة. وشوفوا الضخن مالته، يعني كلش قوام مثالي وحلو وطعمه كلش طيب. شوفوا شلون القوام هنا. هذا حتى نسويه نوزعه على الكيكة احنا مخلينها بالمجمدة، نطلعها ضروري يعني بالمجمدة حتى تتماسك الكريمة مالتها. هنا جبنا الصوص وخليناه فوقها ووزعناه على الكيكة، ونجيبه يسرى نجيبه يمنى حتى اللمعة ما تروح، تبقى بيه بالصوص اللمعة وتصير الكيكة بيها لمعة وحلوة. نضل نوزع بالصوص لحد ما نوصل للي نريده اللي هو توزيعها على كل الكيكة وبالتساوي وماكو مكان ما بيه. هنا نقيس القطعة اللي نريد نسويها، نريدها كبيرة نريدها صغيرة، بس هي هاي القطع اللي احنا نريدها قطع صغار. وهنا القطع او الصينية هي هذه او القالب هذا سوى 18 قطعة. ليش؟ لان قياسه 30 ب20. سوينا القطع وقسمناها بالتساوي. ضروري نقشر المكانات القطع حتى تطلع متساوية. وبنات من نقص، كل ما نقص بالسكينة بكلينس او قطعة قماش نظيفة، نمسح السكينة كل ما نريد نقص حتى ما يخرب شكل الكيكة. وبعد ما قصينا الكيكة وسويناهن قطع متساوية، بدينا نزينهم. زينتهم بالكريمة على شكل وردة، وبعدين خليت الصوص فوقها. هذا بعد ما خليتها بالثلاجة جمدت شوية حتى يبين التزيين بيها. وهنا هذه الشغلات اللي سميرة وهذه المواضيع نخليهم عليها حتى تصير طيبة، يعني الشكل حلو. وهنا شوف هذا الكيكة مالتنا قطعنا هذا قطعة من عندها. شوفوا الجمال، كلش حلوة وخفيفة وطيبة كلش طعمها. وراح تجربونها وتشوفون شلون وصفة سهلة وموجودة موادها بكل بيت، وإن شاء الله تجربونها. والتقيكم بغير فيديو إن شاء الله، ومع السلامة حبايبي، الله وياكم. حبايبي لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس.